لا تدخل المجال المغناطيسي في السالفة. أكبر إنجاز لحقين الطاقة إنهم أخذوا المشاكل اللي نفهمها وغيروا أسمائها لين صارت أغلى. علم النفس يقول ضغط نفسي، هم يقولون عندك انسداد طاقي. لا يا حبيبي، ما عندك انسداد، عندك شغل متراكم، نومك خربان، جوالك ما يسكت، جدولك هو اللي مسدود، مو بمسارات الطاقة. ويقولون أنا أحمي هالتي. علم النفس يقول عبر عن اللي يناسبك واللي ما يناسبك بوضوح. إذا ما تبي قل ما أبي، وإذا ما تقدر قل ما أقدر. ما تحتاج تتخيل هالة تحيط فيك، أنت مو بواي فاي. يقولون رفعت ذبذباتي، هذه ما لها ترجمة نفسية أصلا. غالبا مزاجك تحسن، نمت زين، تحركت، خف الضغط عندك، يعني ضغطك نزل، مو بترددك ارتفع. ويقولون فلان يمتص طاقتي. علم النفس يقول العلاقة مرهقة، ويمكن فلان يسولف ساعتين ولا مرة يسألك وانت شلونك. مو بمصاص طاقة، هو بس ما يسكت. يقولون طاقتي رفضت المكان. علم النفس يقول يمكن أنت ما ارتحت، يمكن عندك توتر، يمكن تهربت من الموقف، لكن لا تدخل المجال المغناطيسي في السالفة، مو بحديد أنت. اللي كان يحتاج يحط حدود اشترى حجر، واللي كان يحتاج يواجه مشكلته ولع بخور. يعني المشكلة ما انحلت، بس صارت ريحتها حلوة. يعني أنا ماني بدكتور، بس أحاول إن شاء الله يعني إني أجيب معلومات تهمكم. الله يحفظك يا سعود، يعني لو في شيء غلط علمونا، أنا ما يعني. الله يحفظك. صحيح في منتج مسلسلات أطلبه 500 من 3 سنين. الله يحفظك يا سعود، الله يوفقك.